الحكاية تدور في عصر أصبح فيه الساحرات منبوذين من قبل البشر، حيث يقومون بتعذيبهن وقتلهن. تقع أحداث القصة في إمبراطورية ريديا. كلاوي هي الساحرة الجديدة، وتحاول في هذا الأثناء الهروب برفقة تلميذها إندونيس. بدأ إندونيس يشتكي بسبب الحرارة الشديدة، ويطلب من كلاوي أن تستعين بسحرها لتحسين الطقس على الأقل، ولكن تخبر أنها لا يمكن أن تهدر سحرها في أمر تافه مثل هذا. وثم أردفت قائلة: إذا بقيت تشتكي هكذا سأتركك وحدك هنا. ويبدو أنه مات إيهان في هذا المكان. كلاوي لم تتمكن من تحديد الطريق الذي سيقود إلى الحدود من خلال تلك الخريطة الورقية، ولكن الأمر لم يكن صعبا بالنسبة إلى إندونيسيا، لأنه تمكن من تحديد الموقع من خلال الهاتف الذكي. كلاوي تشتاط غضبا منه وتخبر أن لا يستخدم الأجهزة الذكية حتى لا يتم تتبع موقعهم، ويوضح إندونيس لها أن هذا مجرد هاتف ذكي وهو الذي صنعها بنفسه، لذلك لن يتمكن أحد من استخدامه لتعقب مكانهم، ويخبرها أن هذا أفضل من استخدام الخريطة الورقية. بعد ذلك يسألها إندونيس لماذا عليهم أن يهربوا، وتجيب كلاوي بأنها ساحرة، وتخبرها أن المواقف تغيرت تجاه الساحرات في عصرهن الحالي، وبأنها كانت تعيش مختلطة بين الناس في مدن البشر في قارة بعيدة عن البشرية، وتتمتع بقوة سحر النينجا. يستمر إندريس وكلاو في طريقهم نحو الحدود، لكن فجأة يرصدون جيش الإمبراطورية وهو يتجه نحوهم. يقرر إندريس أن يتكلف بأمرهم لوحده، لكن كلاوي لم تسمح له بذلك، وتخبر أنه ليس لديه الخبرة الكافية لمهاجمتهم. ثم تستخدم كلاوي السحر الجليدي وتهاجمهم. في نفس الوقت يظهر حاكم إمبراطورية ريديا مع مستشاره، ويعتذر المستشار للحاكم لأنهم فشلوا في إيقاف كلاوي بسبب قوتها الكبيرة. بمجرد أن انتهى من كلامه يتعرض لضربة قوية من حارس الحاكم لعصيانه الأوامر. يظهر الغضب في عيني الحاكم ويقول: أحضر كلاوي في أقرب وقت. ومن ناحية أخرى تقضي كلاوي على جيش إمبراطورية ريديا، ويكون إندونيس غاضبا جدا من كلاوي لأنها لم تسمح لها بمهاجمتهم. يقول لها: أنا أستطيع إطلاق التعاود، لماذا لا أستطيع القتال؟ يمكن القضاء على هؤلاء الجبناء، لماذا تعلميني السحر إذا كنت لا تدعني أستخدمه؟ وتخبر كلاوي أنه غير ماهر بالسحر، وأنه حاليا لا يمتلك أي قدرات سحرية. ثم تضيف: كفاك تدمرا وإلا سأغضب منك. يخبر أندونيس بأنها لا تريد أن تعلم السحر حتى لا يقاتل بني جلدها البشر، ويخبر أن حتى لو كان عديم القدرة سيحميها مهما كلف الثمن. تأثرت كلاوي بكلامه وأقسمت أنها ستحميه أيضا. وفي هذا الوقت يتم رصد مكان كلاوي وإندوس من قبل جيش إمبراطورية ريديا، ويستخدم قدرة كيو إس لنقلهم إليهم. وفي نفس ذلك الوقت يلقي حاكم إمبراطورية ريديا خطابا يشير فيه إلى أن عصرهم الحالي لم يعد بحاجة إلى الساحرات كما كان في السابق، بفضل تطور التكنولوجيا مثل الهواتف الذكية والقطارات السريعة وغيرها من الاختراعات التي كانوا يعجزون عن فعلها دون الاستعانة بالساحرات. لكن في عصرهم الحالي التكنولوجيا تقدمت جدا، لذلك لم يعودوا بحاجة إلى الساحرات، وبناء على ذلك تقرر البشرية إبادة جميع الساحرات من عالم البشر. وفي هذا الوقت يتم نقل كلاوي إندونيس بنجاح، وبعدها يقبض الجنود على إندونيس، مما يجعل كلاوي تستشاط غضبا وتهدد الحاكم بأن يترك إندونيس أو ستكون العواقب وخيمة. تستخدم كلاوي سحر القضاء على الحاكم، ولكن فجأة يتلاشى سحرها للأسف، حيث أحرجت التكنولوجيا تقدما فظيعا لدرجة أنهم أصبحوا يستطيعون كبح سحر كلاوي بسهولة. بعدها الحاكم يقوم بحركة فظيعة جدا، لقد مزق ملابس كلاوي عنها، مما جعل كل الشعب يسخرون منها ويلتقطون لها صور وهي على تلك الحالة. إندونيس لم يستطيع أن يتحمل ذلك، لكنه عاجز عن فعل أي شيء لأن هؤلاء الجنود يمسكونه. الحاكم يأمر الجنود بالقضاء على إندونيس، لكن كلاوي تترجى الحاكم أن يدع إندونيس وشأنه، وتخبر بأن مشكلتها مع الساحرة وليس مع إندونيس. وفي النهاية هو ينتمي لشعبه، وتحاول أن تبرئ إندونيس بأنه ليس خائنا، وتخبرهم بأنها هي التي اختطفته وجعلته عبدا لديها، لذلك إندونيس مجرد شاب بريء. إندونيس نفسها بينصدم ولم يفهم لماذا هي تكذب هكذا حتى يبقي الحاكم على حياته. وبعدها بقليل يأتي الوقت المؤسف، حيث ينهي الحاكم حياة كلاوي أمام إندونيس وشعبها الذين يهتفون فرحا. يرفع الحاكم رأسها أمام كل الناس بفخر، لكن إندونيس يعيش أصعب لحظات حياته. وتمر مدة على كل هذه الأحداث، حيث ننتقل إلى زنزانة معسكر حشد المعاقين، حيث يتم حجز جميع الساحرات، ونشاهد فتاتين يتشاجران من أجل قطعة خبز. لكن سرعان ما تدخلت سجينة تدعى دوروكا، وتعطيهم قطعة الخبز خاصتها من أجل أن تحل الخلافات بينهم. تسأل صديقتها أنا: لماذا أعطيتم قطعة الخبز خاصتك؟ تخبرها بأنها تشعر بالحيوية والنشاط ولا تحتاج للطعام، لكن صديقتي أنا كانت تشعر بالحزن والخوف لأن حياة الساحرات أصبحت مقتصرة بين يدينا البشر. لكن دوروكا بدأت تؤدي عروض الدم من أجل أن تنسيها همومها،
وفي نفس الوقت يأتي مدير السجن وينادي على السجين رقم 218، لكن دروكا هي صاحبة هذا الرقم، ويقولون أن أي سجين ينادي عليه لا يعود أبدا. المهم يأخذون دروكا بعدها إلى رئيس السجناء. لقد كان شخصا حقيرا وقحا جدا، واتضح أن هذا الوقح يخطط لبيع الأشخاص الذين سيستخدمون لمصالحه، ثم أخذ يلتقط لها صور من أجل عرضها للبيع. لكن هنا دروكا نزعت له الهاتف الذكي وأخذت تجري خارج الزنزانة. بدأت تحاول استخدام صوتها حتى تحارب الساحرات الأخريات، لكن الهاتف لم يستجيب لصوتها، فجربت نبرة صوت مختلفة لحد ما أخيرا استجاب الهاتف وتم فتح كافة الزنازين. السجناء بدأوا يركضون إلى الخارج، لكن أحد الحراس ألقى القبض على دروكا، ولكن وفجأة يتحرر السجين رقم 1001. نعم، إنه إندونيس تحرر بعد 10 سنوات من الحجز، ويبدو أنه أصبح مرعبا جدا. ينقض على كل الحراس ويقضي عليهم كلهم. دروكا تبقى خائفة جدا، ويزيد خوفها أكثر حينما يرفع عليها مسدسه ويطلق النار، ولكن يظهر أنه حرر قيودها فحسب. في هذا الوقت تتلقى كافة الإدارات نبأ هروب السجناء، وتتحرك كل السلطات لإلقاء القبض على السجناء الذين هربوا. ننتقل بعدها إلى مكتب الأمن القومي، ويظهر مدير التنفيذي ياماتو ونائبة التنفيذي يوكي يلقون أوامر على عميل وكالة الأمن إيكوت بالتحرك في الحالة. وننتقل إلى مقر حجز المعاقين، حيث يكون مدير السجناء الغبي مصدوما بعد فتح الغرفة التي كانت تحتوي على السجين إندونيس. يدرك أنه وقع في مصيبة حقيقية، وفي هذا الأثناء يظهر إندونيس ويطلق قذيفة ضخمة للقضاء على المواطنين. أصبح هدف إندونيس الوحيد هو الانتقام من البشرية. يصل بعدها إيكوتي ويقوم بإرسال بلاغ عن السجين إندونيس بأنه هرب، ثم يقضي على مدير السجناء الذي كان سببا في هذه الفوضى. يظهر إندونيس وهو يسير في الشوارع بين الناس، ولم يكن يفكر إلا في شيء واحد فقط: أخذ ثأر معلمة كلاوي. ولم يكترث إلى الناس الذين كانوا يتعجبون من مظهرها الغريب. صوت كلاوي لا يزال مخلدا في ذكرها حتى بعد مرور 10 سنوات على وفاتها. ثم استخدم سحرها واستدعى كائن عملاق لسحق البشرية. في هذا الأثناء يتحرك الأمن العسكري لتصدي للعملاق المدمر، ولكن إندونيسيا يرد الهجوم ويتمكن من تدمير القوة العسكرية، ويواصل ما بدأ ويخرج رشاشة ويبدأ في تدمير المواطنين. في هذا الأثناء يتم رصد مكان إندونيسيا وتتحرك الطائرات الجوية ويرسلون صواريخهم. بالفعل استطاعوا تدمير الروبوت العملاق، لكن إندونيسيا نجا بأعجوبة. تشتد الصراعات، وفي نهاية المطاف ألقوا الجنود مصرعهم على يد إندونيسيا. يشحن الأكمة للقضاء على آخر ما تبقى منهم، لكن تأتي دروكا وتحاول إيقافه وتخبر بأن يتوقع عن زهق أرواح الأبرياء. سرعان ما سمع كلمة أبرياء اشتعل غضبا وحطم رأس الجندي، ويخبر بأن جميع البشر أعداء سواء كانوا من ريديا ولا لا. دروكا تخبر بأن كلاوي ما كانت سترضى على ما فعلها لو كانت على قيد الحياة. إندونيسيا استشاط غضبا حينما سمعها نطقت اسم كلاوي، ويقول لها: أنت لماذا تعارضين طريقي؟ هل أرسلك حتى تلهيني ريثما تصل الدفعة الثالثة؟ هذا هو حال البشر، دائما يقتلون بطريقة مخادعة. دروكا تشرح لها بأنها ساحرة أيضا، لكنه لم يصدقها لأن كل الساحرات ماتوا بالفعل. تشرح له بشتى الطرق لكن لم يصدقها، وأخرج سيفه حتى يقضي عليها. وما إن رفع سيفه حتى شاهد وجه معلمة كلاوي في دروكا ولم يستطيع قتلها. وتخبر أنهم سيستطيعون إعادة كلاوي للحياة، سيحتاجون إلى ذاكرتها فقط. تمد لها يدها وتقول لها: تعال معي يا إندونيس، أنت لم تعد وحيدا. ولكن وفجأة الرصاصة تخترق جسد دروكا، واتضح أنها قناصة الأمن العسكري. اتضح أنها كانت تريد استهداف حتى إندونيس بالطلقة، لكن يبدو أنها لم تفلح بذلك. من بعد ذلك نعود مباشرة إلى حدث قبل 10 سنوات، حين هاجم البشر الساحرات بدون سابق إنذار. واتضح أن البشر كانوا يستخدمون آلة تعطيل السحر والذي يسمى جهاز DAM، وبذلك الجهاز اجتاح البشر الساحرات وجعلهم فريسة سهلة. وفي ذلك الوقت مي طلبت من دروكا أن تتوجه لقصر الساحرة وفيلي لتطلب منها المساعدة، ونصحت دروكا أن تتحرك بأقصى سرعتها لكي لا يتم القبض عليها، وما إن غادرت حتى قتلت ميا. ننتقل إلى الأحداث الحالية، حيث كانت دروكا تنتفض آخر أنفاسها ويسأل إندونيس كيف يمكن استعادة كلاوي إلى الحياة مرة أخرى، لكن قبل أن تخبرها الجنود يخترقون جسدها بالرصاص، وبعد ذلك يطلقون النار على إندونيس الذي يستخدم السحر، وتمكن من إيقاف جميع الطلقات وقضى على الجنود جميعا في لمح البصر. بعد ذلك تحاول قناصة القوة العسكرية التي كانت تتربص في مكان بعيد أن تحدد الهدف وتصوب نحو إندونيس، لكنه استشعر الرصاصة قبل أن تصيبه وتمكن من إيقافها ويرد عليها الهجوم بنفس تلك الرصاصة وقضى عليها. بعد ذلك ننتقل لمكتب العلوم، حيث تتلقى يوكي أوامر من أخوها بتفعيل آلة تعطيل السحر التي استخدموها في الماضي للقضاء على الساحرات، ولكن تواصلت مديرة العلوم شيتا معهم وأخبرتهم أن لا يجب استخدام آلة تعطيل السحر، وذلك بسبب الجزيئات الضارة التي تنبعث منها وتتسبب في مرض تلف الخلايا. وتسببت هذه الجزيئات في وفاة العديد من الأشخاص وإصيب الجنود الذين شاركوا في مهمة القضاء على الساحرات، وبسبب تلك الجزيئات أصيب الحاكم أيضا بمرض خطير جدا وهو الآن في حالة حرجة للغاية. ومع ذلك لم تقبل يوكي بكلام مدير
مديرة العلوم ولم تهتم بالعواقب الجسيمة التي قد تحدث. سارت بأقصى سرعتها نحو الآلة لتفعيلها، وحاول تشيتا اللحاق بها لكنها فشلت في ذلك، وتم تشغيل بالفعل آلة تعطيل السحر من قبل يوكي في نفس ذلك الوقت. وبشكل مفاجئ تلاشى السحر إندونيس دون سابق إنذار، وسقطت منه ريشتها السحرية. في هذا الأثناء شيتا أوقفت تشغيل الآلة مضادها للسحر، وعلى الرغم من ذلك يبدو أن أجسادهم ليست في حالة جيدة. يوكي فقدت وعيها. المهم عادت القوة العسكرية تشن هجوما جديدا. في ذلك الوقت عارها إندونيس التقاط ريشتها السحرية، ولكنه فشل، وتم محاصرتها من قبل هذه الجندية. ويبدو أن هذه هي النهاية. إندونيس رد قائلا: هل سأموت هنا؟ ويا للأسف بعد ذلك الجندية قطعت رأس إندونيس ورفعته أمام الجميع. بعدها ساد الفرح في المكان كله. بعد إنهاء حياة تلميذ الساحرة كلاوي إندونيس، بدأ الناس يحتفلون، ومع ذلك على الرغم من انتصار البشر على إندونيس إلا أنه تسبب في كوارث لم يسبق لها مثيل، وجعل البشر يعيشون أسوأ أيام حياتهم، حتى أن مدينة ريدريا أدركت أنها ارتكبت خطأ فادحا بالسماح لإندونيس بالبقاء على قيد الحياة من البداية. ومع تطور الأحداث نتعرف على فتاة تدعى إيري تتذكر كيف توفى حبيبها في الحادثة السابقة، وتشعر بالندم لأنها هربت وتركته يموت وحده، وتنظر إلى صور إندونيس الذي كان سبب وفاة حبيبها. وعلى الرغم من ذلك يبدو أنها معجبة به، لكنها تنفزع عندما ترى شابا يقف أمامها. تحاول حذف الصور ولكنه يتظاهر بأنه غير مبال بشيء، وبعد أن غادرت أرسل بلاغا عنها بتهمة الخيانة وأمر بإلقاء القبض عليها. ويتضح بعد ذلك أن اسم هذا الشاب هو أورز، رئيس وكالة الاستخبارات. بعد تطور الأحداث يتبين أن إندونيس انتقل إلى دولة الساحرات. بالطبع كنا الجميع يعتقد أن إندونيس قد توفى، لكن الحقيقة أن تلك كانت مجرد خطة من الأساس، وذلك حتى يتمكن من إرسال إندونيس إلى دولة الساحرات حيث تتواجد أوفيليا. وعرفنا أيضا أن الجندية التي كنا نعتقد أنها قضت على إندونيس تعاونت مع دروكا في تنفيذ هذه الخطة، وبالفعل الخطة تم تنفيذها بنجاح عن طريق سحر الاستنساخ. واسم هذه الفتاة هو آنا. وبعد أن تم إرسال إندونيس إلى دولة الساحرات عرف حاجات كثيرة عن السحرة كلاوي من الساحرة أوفيليا. تخبر أوفيليا بأن كلاوي كانت منبوذة من مجتمع الساحرات، والسبب أنها علمته السحر، ولأنه بشري هذا يخالف قوانين مجتمع الساحرات تماما. تخبر أوفيليا بأن كل الساحرات طلبوا منها أن تتخلى عن تلميذها وتعود إليهم، لكنها رفضت ذلك. بعد ذلك قررت أوفيليا أن تستعيد إلى إندونيس ريشتها السحرية والتي صنعتها له كلاوي. إندونيس يندفع نحوها بتلف حتى يمسك الريشة السحرية، وبعد يسألها في جدية: هل فعلا ستعيدين كلاوي للحياة؟ أجابته بنعم، لأن الساحرات لا يكذبن أبدا. وبعد ذلك تأخذ الساحرة أوفيليا إندونيس في جولة عبر دولة الساحرات، والتي تتضح أن تم إنشاؤها فوق القمر قبل 10 سنوات. لقد كان المكان الذي لجأوا إليه أثناء عملية إبادة الساحرات من قبل البشر هو تعرف على شجرة الميتو التي من خلالها يتم إنجاب وتجديد الساحرات. لكن مع الأسف البشر قام بحرق كل شجرات الميتو باستثناء هذه الشجرة التي تعتبر الناجية الوحيدة. المفاجأة أن بهذه الشجرة سيعودون كلاوي إلى الحياة، لكن الأمر سيحتاج إلى قوة إندونيس. إندونيس يسألها في غرابة: ماذا تقصدين؟ تخبر بأنه يملك سحر الاستدعاء بطريقة الخطايا، يستخدم بحسب كفاءته ويمكن منح هيئة لأي أفكار، وبعبارة أخرى إنه متعدد الاستعمالات. تخبر بأنه إذا استطاع ختم ذاكرته عن كلاوي ساعتها يستطيعون إعادة كلاوي للحياة. ثم تعطيه بظهرها وأردفت قائلة: من فضلك أخبرنا حينما تكون جاهزا حتى نبدأ في المراسم. وبعدها تأتي الساحرة آنا التي ألقت على إندونيس تعويضة الاستنساخ. لقد كانت غاضبة وأخذت توبخه وتخبر أن بسببها ماتت دوروكا. تقول له بأن كل البشر أنانيون، لكنه لم يكترث لها، ويخبرها بأن دوروكا أخبرته قبل أن تموت بأن كل السحرات يخططون لاستغلال كلاوي. ظهرت الصدمة على وجهها آنا، وثم أكمل حديثه ويخبرها بأنهم يخطفون أطفال البشر ويعلمهم سحر الاستدعاء بطريقة الخطايا، ويجعلوهم يقاتلون لصالحهم من أجل الانتصار على البشرية، وذلك لأن الساحرات على شفير الانقراض. ويكشف لها أنهم يريدون إعادة كلاوي للحياة لأنها الساحرة الوحيدة التي تستطيع صنع الريش السحري. وبعد أن كشف لها نواياهم أعطاها بظهرها للمغادرة، لكن أنا تمسك بيده وتسألها ماذا سيفعل بعد أن عرف نواياهم. يخبر بأنه سينتظر إلى حين إعادة كلاوي للحياة، وإذا رفضتهم حينئذ سيصبحن الساحرات أعدائها أيضا. وفي هذا الأثناء يجتمع الساحرات مع أوفيليا وبدأوا في مراسم إعادة كلاوي للحياة. يقف إندونيس أمام شجرة الميتو وبدأ في طقوس ولادة كلاوي من جديد. يستخدم شريط الذكريات الذي كان بينه وبين كلاوي، يتذكر كل ثانية قضاء مع كلاوي. ولكن في نهاية المطاف إندونيس يعمل استبدال وعاد دوروكا بدلا من كلاوي.
والسبب أنه لا يريد كلاوي أن تأتي لهذا العالم حتى لو تعاني مثل السابق. كل الساحرات انصدمن، لم يكونوا يتوقعوا أن سيحصل شيئا كهذا، مما جعل كل الساحرات يغضبون منها. أوفيليا بتقول له كيف يمكنك أن تفعل شيئا كهذا يا أندونيس بعد كل هذه المساعدة التي قدمنا لك؟ لقد أهدرت كل مجهوداتنا على الفاضي. لقد اتهمنا دوروكا بأنها هي التي غيرت قرارها، لكن أندونيس بيقول لهم بأنه هو من اتخذ هذا القرار. وبعدها ترفع يدها للهجوم على أندونيس، لكن فجأة يظهر جيش الأمن العسكري بقيادة ياماتو. بدأ الساحرات يستخدمون سحرهم للهجوم في نفس ذلك الأثناء. ياماتو ينقض على أندونيس بالهجوم، يتفاداه ويسلب منه مسدسه باستخدام خدعته السحرية. وبعد أن سقط على الأرض أندونيس بدأ يطلق عليها النار، لكن الرصاص لم يخترق جسده بسبب أنه كان مفعل السحر الدفاعي. أندونيس يسخر منه وبيقول له انهض أيها المتهور، أنت جيت هنا على أساس تقضي علي. لكن دوروكا تتدخل وتحاول إيقاف أندونيس. وفي نفس ذلك الأثناء بدأ الساحرات يستخدمن سحرهم ويقضون على الجنود. أوفيليا تستخدم سحرها المرعب وتقضي على كل الجنود دفعة واحدة، ولكن في نفس الوقت يتم إرسال الدفعة الأخرى من الأمن العسكري المسلحون. ننتقل إلى قسم الاستخبارات حيث يتم استجواب شيتا من قبل مدير السلطات. نلاحظ أن جيش شيتا لا يزال تحت تأثير الجزيئات المنبعثة من الآلة المضادة للسحر، ونفس الشيء مع أخت ياماتو يوكي. المهم شيتا تشرح لهم عن الأمر الذي اكتشفوه مؤخرا، وهي دولة الساحرات التي تم بناؤها فوق القمر، وتشرح لهم كيف تمكن الساحرات من الهروب إلى هناك قبل 10 سنوات، واتضح أنهم استخدموا قمر اصطناعي للوصول إلى هناك. مدير السلطات غضب جدا من شيتا وأخذ يوبخها لأنها لم تكتشف هذا الأمر من قبل، لكن يقاطع مدير وكالة الاستخبارات ويخبره بأن عليهم أن يركزوا على إبادة الساحرات. في هذا الأثناء ياماتو فاض به الكيل ويفعل أسلوب مرعب ويستهدف كل الساحرات ويقطع أجسادهم. أنا تستخدم سحر الانسساخ وأنقذت دوروكا في اللحظة الأخيرة، لكن للأسف يتم مباغتة أنا وقضي عليها. للأسف الوضع أصبح مأساوي جدا، لقد تم إبادة كل الساحرات تقريبا. لقد أصبح الساحرات على شفير الانقراض بعد هذه الكارثة التي حصلت. حتى شجرة الميت الوحيدة التي كانت تنجب الساحرات احترقت. وفي هذا الأثناء تنشب معركة شرسة بين إندونيس وياماتو الذي أظهر قوتها المرعبة. إندونيس يتلقط عن قوي من سيف ياماتو. بعد ذلك إندونيس يستخدم السحر وإباغة ياماتو بهجمة قوية. ياماتو يرفع سيفه ليقضي عليه. في نفس ذلك الأثناء تتدخل دوروكا وتستخدم تعويذة الحب وشلت حركة ياماتو وجنوده. يبدو أن هذه التعويذة خطيرة جدا. المهم تقف أمام ياماتو وتتحدث معها. لقد فهمنا من حديثها أنه تريد إيقاف هذه المعركة وتحل الخلافات التي بينهم. بتقول لها عيدني أنك لن تهاجمنا حتى ألغي تعويذة الحب وأطلق سراح كل جنودك. إندونيس رد قائلا هل أصابك الجنون؟ هل تريدين التصالح مع البشر بعد كل هذه الكوارث التي تسببوا فيها؟ كوني على يقين إذا لم تقتلي الحين ستموتين أنت. بالفعل ياماتو انقضى على دوروكا بالضرب بفش غضبها فيها ويتهم الساحرات بأنهن سبب هذه الكوارث، وأن لولا تواجد الساحرات ما كان حدث مع أختها ذلك. دوروكا بتقول لها يكفيك ما فعلته بنا حتى الآن، لما لا ننهي هذه الصراعات؟ وبعد ذلك تفعل تعويذة الحب من جديد وبدأ تأثيرها يؤثر على ياماتو. ولكن وفجأة إندونيس باغت ياماتو وقضى عليه دون سابق إنذار. دوروكا بتقول لها في صدمة لماذا فعلت شيئا كهذا؟ ويبدو أن إندونيس أعجب بقوة دوروكا. بيقول خلينا نتعاون مع بعض ونبيد كل البشر. ننتقل الأحداث إلى عاصمة ريديا حيث يظهر الحاكم وزوجته ويخبرهم أحد الخدم بأن القوى العسكرية بقيادة ياماتو لا تزال تقاتل. يخبرهم بأنها تم إبادة جميع الساحرات تقريبا ويؤكد بأن النصر سيكون مضمونا. الحاكم يفرح ويصرخ بصوت عالي ويطالب بإبادة الساحرات وإندونيس في الحال، ولكن فجأة بدأ يفقد صوابه، بدأ يتصرف بطريقة جنونية. زوجته تقول له بأن أحيانا يتصرف مثل الأطفال، وفجأة زوجته فعلت تعويذة الحب. يصعد الحاكم فوق مكان مرتفع. الخدم بينصدمون ولم يفهموا ما حدث للحاكم فجأة ويطلبون منه النزول، لكنه لم يستجب لهم. كان همه الوحيد هو تنفيذ أوامر الملكة. ثم ردت قائلة هيا موت بسرعة يا عزيزي. بالفعل الحاكم رمى نفسه من ذلك المكان المرتفع، وبعد أن سقط ألغت الملكة تعويذة الحب. الخادم يكتشف أن زوجة الحاكم ساحرة وقرر أن يرسل عنها بلاغا، لكنها تفعل عليه تعويذة الحب ومسحت كل شيء من ذاكرته. بعدها يدعو مساعدها واتضح أن الملكة ساحرة وتستخدم سحر تعويذة الحب التي تعمل على الرجال فقط. المهم فهمنا من خلال الحديث الذي دار بينهم أنها تخطط الحصول على رأس شخص ما، وبالمناسبة اسم هذه الساحرة هو دوروتيا. وفي هذا الأثناء إندونيسيا ينقض على الجنود كالأسد الجائع. في نفس ذلك الأثناء دوروكا تطالبه بالتوقف، لكنه لم يبالي بها وقضى على كل الجنود واحد تلو الآخر.
وبعد أن انتهى يتصل بمقر وكالة العلوم ويستخدم هيئة ياماتو، بيقول لهم أنا ياماتو وأنا بخير، أرسلوا بلاغ انتصارنا إلى جلالته، لقد تم إبادة جميع الساحرات من على سطح القمر، لكن للأسف مات كل الجنود وأنا هو الناجي الوحيد، وسأعود لكم برأس إندونيسيا. لكن شيتا شكت بأن هذا ليس ياماتو، فهمنا أن إندونيسيا تنكر بهيئة ياماتو من أجل أن يستطيع الهروب مع دوروكا من هذا المكان. المهم بعد يستخدم السحرة الانتقال ليهرب مع دوروكا التي لم تكن تريد الذهاب معه، لكنه يريد أن يأخذ معه لأنها تملك تعويذة مفيدة. وللأسف لقد ألقت جميع الساحرات مصرعهم في هذه المعركة الشرسة، وبعد ذلك يستعد مقر وكالة العلوم بإرسال الدفعة الثالثة بعد أن أخبرتهم شيتا بأن ذلك إندونيسيا المتنكر بهيئة ياماتو.